بيبدأ الفيلم في اسم الشرطة في مدينة شنغهاي، وبنشوف زعيم مافيا بيضرب ضابط شرطة علشان الضابط قبض على مرات زعيم المافيا، ومحدش من الضباط بيقدر يتدخل ويدافع عن الضابط، والزعيم بيكب على الضابط مية مغلية، وبعدها بيمشي وهو بيزعق في الضباط وبيشتمهم، وبيخرج للشارع هو ومراته ورجالته، بس بيلاحظوا ان عربياتهم مش موجودة، فالزعيم بيحس ان في حاجة غلط، وبيأمر مراته ورجالته يخشوا اسم الشرطة، لكن الضباط بيقفلوا الابواب وكل الشبابيك علشان مفيش حد يخش. وفجأة بيظهر جيش كبير من عصابة تانية منافسة ليهم واسمهم عصابة الفاس، وبيلتفوا حوالين زعيم العصابة ورجالته ومش بيسيبوا لهم اي مجال للهرب، وبيبدأوا في اطلاق النار عليهم. وزعيم المافيا بيحاول يهرب، بس واحد من العصابة بيرمي عليه فاس وبيقطع رجل من رجليه، فبيقع على الارض وبيفضل يتألم. وبيظهر زعيم عصابة الفاس اللي اسمه سوم وهو ماسك في ايده الفاس وبيرقص حوالين الزعيم، والزعيم بيطلب منه الرحمة، بس سوم بيتجاهله وبينزل ضرب فيه بلا رحمة لحد ما بيقتله. ومحدش بيعيش منهم غير مرات الزعيم، وسوم بيقول لها انا مش بقتل الستات، وبيأمرها تمشي، بس لما الست بتلف وشها علشان تمشي سوم بيطلع غدار وبيقتلها. وبيتضح ان عصابة الفاس دفعوا فلوس كتيرة للشرطة علشان ما تتدخلش في المعركة دي، وعصابة الفاس بتكمل اعمالهم الاجرامية في المدينة وبينشروا الرعب في المدينة، ومحدش بيعرف يقف في طريقهم، وبالتالي رجال العصابات اصبحوا بيحكموا المدينة، فالناس ما بقوش عايشين في سلام الا قرية واحدة فقيرة اسمها قرية بيكس. العصابات ما كانوش بيخشوها، والناس هناك عايشين بسلام وبشكل متواضع جدا. وبنشوف شخص اسمه كولي ده من اقوى سكان القرية، وكان بيقدر لوحده يشيل 5 شويلة اكل، وده باريس المالك لكل البيوت اللي في القرية. وباريس ده على طول سكران وبيشرب، وبالرغم ان باريس متجوز بس هو كان بيحب يقرب من البنات الصغيرة في القرية ويغازلهم، ومحدش كان يقدر يتهرب منه او يرفض المغازلة بتاعته. وبنتعرف على مراته هيلين اللي على طول متعصبة ودايما بتزعق في المستأجرين علشان بيتأخروا في دفع الإيجار، وبتقطع المية عن شاب اسمه تشانج علشان بقاله 4 شهور ما دفعش الإيجار، وبعدها بتضرب تشانج، وفي البيت بتضرب باريس علشان بيعاكس البنات. وبره القرية بيوصل راجلين غريبين من أفراد العصابة وبيقفوا قدام القرية وشكلهم ناويين على شر، وبيخشوا القرية وبيضايقوا تشانج وبيأمروه يدفع لهم فلوس، وبيقولوا له احنا من عصابة الفاس، بس تشانج مش بيخاف منهم ولا من تهديداتهم. وبعد ثواني سكان القرية بيلتفوا حوالين الراجلين، وواحد من الراجلين اسمه سانج بيقول لهم لو حد عاوز يقاتلني يخرج، وبتخرج له واحدة ست وهي بتضربه في بطنه ضربة قوية، وبيطلع ان الست دي قوية جدا، فسانج بيقول انا عايز اتحدى اي حد تاني، بس بيتضح ان كل سكان القرية اقوياء حتى العيال الصغيرة. وسانج بيدرك انه اختار القرية الغلط، فكان عاوز ياخد بعضه ويمشي، بس بتوقفه هيلين اللي بتنزل فيه ضرب بالاقلام علشان كان عايز يسرق فلوس من تشانج، وبتجري وراه وبتضربه، وسانج بيهددها انه هيطلب المساعدة وهيبعت لرجالته ييجوا يدمروا القرية، وبيرمي صاروخ في الهواء علشان يبعت رسالة للعصابة، بس الصاروخ ده بيقع على دماغ واحد من زعماء عصابة الفاس، وبيوصل الزعيم ده ومعاه شوية من رجالة العصابة، والزعيم بتاعهم بياخد الرجالة وبيتجه ناحية هيلين، وهيلين بتتصدم لما بتشوفهم وبتطلع تجري فورا وبتخش بيتها وبتسيب اهل القرية لوحدهم. وتشانج بيقول للزعيم انا مش خايف منك، فالزعيم بيقرب من تشانج وبيطلع الفاس علشان يضربه، لكن فجأة الزعيم بيتضرب من قوة مجهولة وبيطير وبيقع في البرميل وعموده الفقري بيتكسر، فبقية العصابة بتضطر تطلب الدعم، وفي خلال وقت قليل بيوصلوا رجالة تانية من عصابة الفاس للقرية وبيبدأوا يضربوا اي حد من اهل القرية، وبياخدوا بنت صغيرة مسكينة وبيكبوا عليها بنزين. ويسوم بيسأل مين اللي قتل الراجل بتاعي، ومحدش بيرد عليه علشان محدش فاهم ايه اللي حصل بالظبط، فسوم بيرمي الولاعة على البنت علشان تموت، بس كولي بيتدخل وبيمسك الولاعة وبيقول انا المسؤول وانا اللي قتلت الراجل، ورجالة العصابة بتجري عليه علشان تضربه، بس هو اللي بيضربهم برجله بكل مهارة وبيوقعهم كلهم على الارض، وبيقف وسطهم وبيدور فيهم الضرب. وفجأة بيظهر الخياط بتاع القرية وبيساعده وبيضرب رجالة العصابة وبيضربهم بكل قوة وبيصد ضرباتهم بالحلقات اللي في ايده. والخياط وكولي كانوا عاملين ثنائي من نار، والعصابة عايزة ترد عليهم، فبيطلعوا الأسلحة بتاعتهم علشان يقتلوهم، بس قبل ما يضربوا نار الأسلحة بتتسحب منهم ناحية الحيطة وبتتدمر،
وبيخرج كمان صاحب المطعم اللي اسمه دونالد وبيبدأ يهاجم العصابة وبيضربهم بالعصاية بتاعته وبيكسر أسلحتهم وبيطيرهم بعيد وبيلطش فيهم بالعصاية، ومحدش كان عارف يقف في وش دونالد، ورجالة العصابة كانوا بيتضربوا ومش عارفين يقاوموا. وبنشوف بعدها رجالة العصابة واقعين على الأرض ومهزومين وبياخدوا بعضهم وبيمشوا. ويسوم بعدين بيجتمع برجالته وكان متعصب من اللي حصل وبيلوم سانج واخوه على كل اللي حصل، علشان بيطلع ان سانج واخوه اصلا مش من افراد عصابة الفاس وبسببهم حصلت المعركة دي. ويسوم بيؤمر واحد من رجالته يقتل سانج بالفاس، بس قبل ما الفاس يخبط في سانج بيعرف يتحرر والفاس مش بيجي فيه، وكمان بيقدر يحرر اخوه. ويسوم عجبته الحركة دي وسانج بيطلب من سوم فرصة علشان ينضم لعصابة الفاس، ويسوم بيوافق بس بشرط وانهم يقتلوا شخص واحد من قرية بيكس. وبيتفقوا على كده وسانج بياخد اخوه وبيمشي وبيقعد مع اخوه اللي اسمه بون وبيقول له احنا هنمتلك كل حاجة لو قدرنا نخش لعصابة الفاس. وبون بيسأله ازاي هنقتل شخص من قرية بيكس لان من الواضح انهم كلهم اقوياء. فسانج بيقول له انا اتعلمت وانا صغير شوية اساليب في الكونج فو واتعلمت اسلوب قتال البوذيين، وعدد قليل من الناس حول العالم اللي اتعلموا الاسلوب ده. وبنروح لماضي سانج وبيتضح انه دفع كل الفلوس اللي معاه علشان يشتري كتاب من شخص شحات، والشحات بيقول له الكتاب ده هيدي لك قوة خارقة. وسانج ما بقاش بيروح المدرسة وبقى بيقرا في الكتاب دايما علشان يتعلم اساليب الكونج فو وعلشان يقدر بعدين يحارب الشر. وفي يوم شاف بنت صماء بتتعرض للتنمر وبتتضرب من شوية اولاد، والاولاد كانوا عاوزين يسرقوا منها المصاصة بتاعتها. وسانج قرر يساعد البنت وانه يضرب العيال المتنمرة دي باساليب الكونج فو الجديدة، بس سانج هو اللي بيتضرب وبيطلع ان اساليب الكونج فو ما جابتش نتيجة والعيال بتضحك عليه وبيستهزئوا بسانج علشان بيتعلم الكونج فو من الكتاب وبياخدوا بعضهم وبيمشوا. وعلشان كده سانج ادرك ان الاشخاص الطيبين مش هيفوزوا ابدا في العالم ده، وقرر من وقتها يصبح شخص سيء علشان ينجح. وبيشوفوا عربية ايس كريم معدية قدامهم وبيجروا عليها وبيطلبوا 2 ايس كريم، بس بمجرد ما سانج خد الايس كريم بيجري هو واخوه وبيركبوا المترو، وصاحبة الايس كريم بتجري وراهم علشان كانت عايزة تاخد الفلوس، وهيسانج بيضحك وبيتريق عليها. وفي قرية بيكس هيلين بتطرد ال3 اشخاص اللي اتقاتلوا مع رجالة العصابة لانها قلقانة ان العصابة ترجع مخصوص علشانهم وتنتقم من كل اهل القرية، بس السكان ما كانوش موافقين على القرار ده لان لولا ال3 اشخاص لكان اهل القرية ماتوا. بس هيلين بتزعق فيهم وبتؤمر ان كلامها هو اللي يمشي، وكله بيخاف منها علشان صرختها قوية. وفي الوقت ده سانج وبون بيوصلوا علشان يقتلوا هيلين، لكنهم مش بيلحقوا يقتلوها وهيلين بتشوفهم وهم الاتنين بيخافوا وبيطلعوا يجروا، وكل واحد بيجري في طريق مختلف. فهيلين بتقرر تجري ورا سانج، وهيلين كانت سريعة جدا فسانج بيطلع يجري بكل سرعته وهم بيجروا بالشكل ده لانهم بيمتلكوا قوة خارقة. وبينما وهم بيجروا على الطريق كانت هتخبطهم عربية، بس سانج بينزل تحت العربية وبيتفادى الخبطة، اما هيلين فبتنط من فوق العربية لكنها بالغلط بتخبط في اعلان في الشارع، وسانج بيستغل الفرصة وبيهرب. وهيلين لما بترجع للقرية بتقرر تسيب موضوع رحيل ال3 اشخاص للحظ وهترمي عصاية معينة في الارض، لو مكتوب على العصاية كلمة سيء يبقى ال3 اشخاص هيمشوا، وبترمي عصاية واحدة بشكل عشوائي وبيطلع انه مكتوب عليها سيء يعني ال3 اشخاص لازم يمشوا. بينما سوم بيأجر 2 قتلة محترفين علشان ينتقموا من قرية بيكس، والقتلة دول بيطلع انهم عمي ومش بيشوفوا لكن معروف عنهم انهم خطيرين وبيقتلوا اعدائهم باسلوب غريب جدا وانهم بيقتلوا بالموسيقى. والمستشار بتاع سوم كان بيشكر فيهم وبيقول عليهم انهم رجالة قوية، والاتنين القتلة بيقولوا في شخص تاني اسمه الوحش معروف عنه انه اقوى مننا بس هو حاليا مسجون في مصحة نفسية. وبالليل كولي كان هيسيب القرية ويمشي وبيشوف شخص بيعزف على آلة موسيقية، وده كان واحد من الرجلين العمي. وكولي كان ماشي من القرية وبنشوف ان الموجات الصوتية بتاعة الرجل الاعمى بتقطع اي حاجة ورا كولي، وكولي بيقف مكانه علشان بيحس ان في حاجة غلط ومش بيلحق يدرك اللي بيحصل ودماغه بتتقطع وبيموت في وقتها بسبب الموجات الصوتية. وفي نفس الوقت الخياط بيتم الهجوم عليه من الرجل الاعمى التاني، والخياط بيلبس الحلقات وبيتقاتل معاه، والاتنين بيتبادلوا الضربات وقوتهم كانت متساوية وعركتهم بتكمل بره المحل. والاعمى الاولاني
تاني كان قاعد بره، وهما الاتنين بيتعاونوا وبيهاجموا الخياط بالموجات الصوتية، والخياط بيطير بعيد وبيدمروا الحلقات بتاعته. وسوم والمستشار كانوا قاعدين في عربية قريب من المعركة وبيتفرجوا على اللي بيحصل، والخياط كان خلاص هيموت، بس بيظهر دونالد وبينقذ الخياط. وبيقدر دونالد باستخدام الرمح بتاعه يتصدى لهجمات الأعمى وبيرمي رماح كتيرة في اتجاه الرجلين العمي، ودونالد كان بيطير معاهم وبيصد هجماتهم وبيقرب منهم أكتر وأكتر، وهم بيضربوه بموجات صوتية أقوى. ودونالد بيقدر يوصل لهم بآخر رمح، بس هم بيوقفوه بمجال قوة كبير وبيطيروه بعيد، وبعدها بيسترجعوا أماكنهم وبيهاجموه تاني بموجات الصوت. والخياط بيبعد دونالد علشان ما يتأذيش، والخياط بياخد هو الضرر. ودونالد والخياط كانوا خلاص هيموتوا، بس هيلين بتصرخ صرخة قوية وبتدمر الآلة الموسيقية بتاعت الراجلين، والراجلين بيقرروا يتخلصوا من هيلين، بس باريس بيقف في سكتهم. والراجلين كانوا عايزين يضربوه بس مش بيعرفوا، وكل ما واحد كان عايز يسدد له لكمة كانت بتيجي في زميله، فالاتنين بيضربوا بعض من غير ما يقصدوا. ودي كانت قوة باريس الخارقة، وانه يقدر يخلي الاعداء يضربوا بعض وبيمسكهم وبيلفهم وبيرميهم بعيد. والراجلين بيتعافوا من الإصابة وبيحاولوا يستخدموا أقوى موجة صوتية عندهم علشان يقتلوا باريس، والموجات كانت على شكل محاربين زومبي، بس هيلين بتتدخل وبتستخدم قوتها الخارقة وبتصرخ عليهم وبتدمر الزومبي. والراجلين لبسهم بيتقطع وبيتأسفوا لهيلين وبيعلنوا إنهم اتهزموا. وسوم المستشار شافوا اللي حصل وكانوا عايزين يهربوا، بس هيلين كانت سريعة وبتركب وسطهم. وهيلين بتهدد سوم وبتقوله إياك تظهر تاني في القرية بتاعتنا، وهيسوم بيخاف وبيقول لها ماشي وبياخد بعضه وبيمشي. وبعدها أهل القرية كانوا بيحاولوا يعالجوا دونالد، بس دونالد مش بيقدر يعيش وبيموت، وكده كولي ودونالد والخياط ماتوا. فأهل القرية بيتضايقوا وبيخشوا في حالة حداد وبيلوموا باريس وهيلين على موتهم، وبيقولوا لهم انتوا اتأخرتوا قوي علشان تخشوا في المعركة. فهيلين بترد عليهم وبتقول لهم احنا زمان ابننا مات في معركة، فمن ساعتها خدنا عهد على نفسنا ما نخشش في اي معركة، بس بعد ما شفنا المعركة اللي كانت دايرة من شوية قررنا نكسر العهد اللي عهدناه سوا ونتدخل ونقتل الراجلين العمي. وتاني يوم الصبح سانجي بيتنمر على واحد من الركاب في المترو، بس الشخص اللي بيتنمر عليه بيقوم وبيضربه، وسانجي بيطلب المساعدة من اخوه، بس هو واخوه بيتضربوا وبعدها بيطردوا من المترو. وسانجي بيلوم اخوه على اللي حصل لان بون مش شرير بالشكل الكافي، وبيقول له بالشكل ده احنا مش هنقدر نقتل حد ومش هنعرف ننضم لعصابة الفاس. وسانجي بيشوف البنت بتاعة الايس كريم تاني وبيقرر يروح لها وبيمسكها من لبسها وبيأمرها تديله كل الفلوس اللي معاها وبيرميها على الارض، وبعدين بيمسكها تاني وبيهددها بالسكينة. والبنت فجأة بتعيط، وبون فتش في عربية الايس كريم ولقى الفلوس وبياخدوا الفلوس وكانوا هيهربوا، بس سانج بيلاحظ ان البنت بتتكلم بلغة الاشارة. وهنا سانج بدأ يحس انه يعرف البنت دي، والبنت بتوريله المصاصة بتاعتها وبيطلع انها فانج، البنت الصماء اللي سانج كان بيحاول يدافع عنها زمان. بس مع ذلك سانج بيرمي المصاصة وبيمشي مع بون، وبعدها بيسلم الفلوس لبون وبيأمره يمشي لان سانج قرر يشتغل لوحده. وبيقعد على الارض وبيندم على اللي عمله مع فانج وبيحس انه كان غلطان لما قرر يسلك طريق الشر. وبيظهر اتنين من رجالة عصابة الفاس وبيقبضوا على سانج وبيودوه لعند سوم، وسوم بيقول له مبروك عليك انت بقيت عضو في العصابة وهكلفك بمهمة تعملها. وبيروح سانج لعند مستشفى للأمراض النفسية علشان ينفذ المهمة اللي اتكلف بيها، واللي كانت انه يهرب المسجون الملقب بالوحش واللي كان مسجون في اعمق جزء من المستشفى. وبيخش سانج المستشفى وبيوصل تحت الارض والمكان كان مليان فئران، وبيفتح الزنزانة بتاعة الوحش بس بيطلع انه شخص عجوز وكان قاعد في الحمام. وسانج بيهربه وبيسلمه لعصابة الفاس، والعصابة مش بتصدق ان ده يبقى القاتل الاسطوري الملقب بالوحش. والمستشار بيقول له الزعيم بتاعنا عايزك تقتل شخصين وهو مستعد يدفع لك اي فلوس تطلبها. والوحش بيقول انا كنت اقدر اهرب من السجن في اي وقت بس ما عملتش كده علشان ما كنتش لاقي خصم جدير اقاتله. فالوحش دلوقتي فرحان لانه هيقاتل شخصين اقوياء، وبيقول لسوم انا مش هاخد منك اي مقابل لما اقتل باريس وهيلين علشان انا هقتلهم لاجل المتعة. بس المستشار كان شاكك ان الرجل العجوز ده يقدر يعمل حاجة، وواحد من افراد العصابة كان عايز يتأكد ان ده يبقى الوحش وبيضربه كذا مرة في وشه، بس الوحش مش بيحصل له حاجة. فراح فرد العصابة مطلع مسدسه وبيرفعه على الوحش، بس الوحش بياخد منه المسدس وبيضرب نفسه بالنار. لكن قوة الوحش الخارقة انه يقدر يمسك الرصاصة بصباعين اتنين بس،
والكل شاف اللي حصل وبيتصدم. والوحش بيقول في عالم الكونج فو السرعة هي أهم شيء، ويسوم بيأمر الكل ينحني للوحش، وبعدها الوحش بيضرب الترابيزة برجله بقوة كبيرة وبيدمر الحيطة بالحركة دي. وكان في كازينو في ظهر المكان وكل الناس اللي فيه بيطلعوا يجروا من الخوف، والوحش بينط لقدام وبيلاقي أعدائه قاعدين اللي هم باريس وهيلين، وكانوا جايين بنفسهم علشان يخلصوا على عصابة الفاس للأبد. وهيلين بتوري لسوم إنها جابت معاها جرس الجنازة كتلميح إنها هتقتله النهاردة، فسوم بيتعصب وبيشتمهم بصوت عالي، وهيلين وباريس بيبدأوا يقاتلوا الوحش وبيهاجموه في وشه، بس هجماتهم مش بتأثر فيه ولا بتحركوا من مكانه، فبيرجعوا وبينطوا عليه علشان يضربوه، بس الوحش بيضربهم وبيوقعهم بسهولة. وبعدها بيقاتل باريس وجها لوجه وبيسدد له لكمات سريعة جدا، وباريس بيحاول يصد ضرباته ومش عارف، وفي الآخر الوحش بيضربه في صدره وبيطيره، وهيلين بتستخدم الصرخة بتاعتها عليه، والصرخة كانت قوية وبتأثر على الحيطان لكن بتحرك الوحش خطوات بسيطة بس. والوحش بيقول جه دوري وبيضربها وبيطيرها لآخر الأوضة، والاتنين بيرجعوا وبيحاولوا يتفوقوا عليه بس مفيش فايدة، والوحش بيضربهم بدون رحمة وبيكسر عليهم المكان. ولأن العدو قوي جدا هيلين بتروح للجرس الكبير اللي هم جابوه وبتكسر الجزء المعدني اللي فوق بحيث ان الجرس يصبح شبه مكبر الصوت، وبتستخدم قوتها الخارقة وبمساعدة من الجرس بيطلع موجة قوية ناحية الوحش وكل حاجة في السكة بتتدمر. والهجوم كان قوي لدرجة انه أثر على الوحش وطيره بعيد، وفي إعصار حصل جوه المكان وكل شيء اتدمر، بس الوحش كان لسه عايش وكان بيحاول يقوم، بس الزوجين بيوصلوا له علشان يطلقوا عليه موجة تانية، بس الوحش بيوقفهم وبيعلن الهزيمة وبيطلب منهم الرحمة، فالزوجين بينزلوا الجرس بعيد، لكن الوحش طلع غدار وبيهاجمهم بخناجر في بطنهم، والتلاتة بيشتبكوا مع بعض، ويسوم بيأمر سانج يضرب باريس وهيلين على دماغهم ويفقدهم الوعي، وسانج كان متردد في البداية وراح مرة واحدة ضارب سوم وبيضرب الوحش على دماغه، فالوحش بيتعصب وبيرمي الزوجين بعيد وبيمسك سانج وبيضربه وبيجيبه أرض وبيضربه في وشه بقوة شديدة وبيكسر بيه الأرض، بس الوحش بيلاحظ إن الزوجين اختفوا من جنبه وبيدرك إنهم خدوا سانج معاهم، ويسوم كان متضايق إنهم هربوا وبيزعق في الوحش، الوحش اتخنق منه وكسر رقبته وقتله. وكانوا الزوجين رجعوا بسانج لقرية بيكس وكانوا معتقدين إن سانج خلاص مات، بس بيحصل معجزة وبيطلع إنه لسه عايش، فبيحاولوا يعالجوا إصاباته بالأعشاب الصينية وبيلفوا جسمه كله علشان يخف بسرعة، وبيتوقعوا إن سانج ما ماتش لأن الأضرار اللي حصلت له صحت القوة الخارقة اللي عنده، وبعدها اللفافات بتبدأ تتفك لوحدها. بينما رجالة عصابة الفاس وصلوا لقرية بيكس والوحش بيدور على سانج وباريس وهيلين ومش بيلاقيهم، وسانج بيقعد باريس وهيلين وبيخليهم يرتاحوا وبيخرج قدام الوحش وهو متعالج تماما، ورجال العصابة بيحاولوا يقتلوه، بس سانج بقى سريع جدا وشايف تحركاتهم بالبطيء فبيتجنب ضرباتهم وبيضربهم بسهولة وبيضرب بقية الرجالة وبيهزقهم، وهما بيحاولوا يحاصروه ويضربوه بس كلهم بيفشلوا، وسانج بيظهر قوته الخارقة وبيضربهم وبيطير فيهم واحد ورا التاني، وكان ماهر باستخدام ايده ورجله، وبعد ما بيخلص عليهم جميعا بيوصل للوحش وسانج بيضربه في وشه وفي بطنه بقوة، فالوحش بيقع على الارض، بس سانج بيتفاجئ ان الوحش ما تعورش حتى وبيحاول يضربه بهجمات سريعة، بس الوحش بيصد ضرباته وبيمسك ايده، فسانج بيدوس على رجله وبيطبقها والوحش بيصرخ من الألم، وسانج بيضربه برجله ضربة قوية وبيوقعه وبيديله لكمة في وشه وبيطيره، فالوحش بيقرر يغير الاستراتيجية بتاعته في الهجوم وبيطير في الهواء بسرعة وبيكسر بيه المباني، وسانج بعدها بيفضل ينط في الهواء علشان يسدد له ضربة قوية، لكن الوحش بيصد ضربته وبيضربه بقوة هايلة وبيبعته للسماء، والهجوم كان قوي لدرجة ان سانج بيختفي في الجو وسانج بيفضل يطير في السماء لحد ما بيقدر يسيطر على نفسه وبيثبت في السماء وبيشوف السحاب متشكلة على شكل بوزة عملاق، وسانج بيغمض عينه وبيطير لتحت وكان متجه ناحية الوحش بسرعة كبيرة، وجسمه بيبدأ يولع نار من سرعته العالية، وبعد ثواني جسمه كله بيولع نار، والوحش بيحس ان الجو فيه حاجة غلط وبيحس بضغط هايل جاي من السماء وبيعتقد ان في نيزك هيقع على الارض، وسانج بيستخدم قوة كف بوزة اللي بتعمل حفرة كبيرة في الارض تحت الوحش والضربة بتسحقه في الارض، والوحش بيتوسل ليه وبيطلب الرحمة، وسانج بيتوقف ومش بيضربه، بس زي المرة اللي فاتت
فاتت الوحش كان عاوز يغدر ويعمل كمين لسانج، بس سانج كان فاهمه وبيوقفه بكف ايده، والوحش لما ادرك قوة سانج الهايلة بيتوقف وبيستسلم، والأول مرة في حياته بيعترف بالهزيمة. وبتمر الأيام وفانج كانت بتجر عربية الآيس كريم بتاعتها، وبتشوف محل حلويات فتح في المدينة وكان بيبيع مصاصات، وسانج كان شغال في المحل ده، وبيخرج يقابل فانج وبيسلم عليها، وفانج بتفرح لأن سانج أصبح شخص طيب، وبيفتكروا أول مرة شافوا فيها بعض. وهنا نكون وصلنا لنهاية الحلقة. ما تنسوش تدوسوا لايك وساعدونا نوصل الحلقة دي ل 8000 لايك، واللي وصل لآخر الحلقة عاوزك تحط الإيموجي ده في الكومنتات علشان أعرف مين اللي عجبته الحلقة. وباي باي.